الإنسان مع محمد تروزي ومحمد يداس. صباح اليوم إلى الملتقى الإقليمي التلاميذي للمواطنة وحقوق الإنسان كانت وجهة أميمة العضو ببرلمان الطفل بشكل جماعي أدوا تحية العلم. بعد ذلك دخلت الطفلة البرلمانية مع الحضور إلى قاعة المرحوم إدريس بن زكري التي تم افتتاحها هذا اليوم، افتتاح يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لكن هذه القاعة كتب لها القدر أن يتم اختيار حقوق الطفل في هذا اليوم لتذكر بتفصيل وتناقش من خلال عروض ألقيت بالمناسبة. الطفل عنده الحق باش انه يشارك في الانديه المدرسيه وخارج المدرسه، عنده الحق انه يبدي الراي ديالو، عنده الحق بانه يشارك في الدوائر الانتخابيه ويتفعل هذا الراي هذا وناخذه بعين الاعتبار، لان الطفل هو البني ديال المستقبل، هو به غادي نبنيو المغرب ديال الغد والمغرب الجديد. وان شاء الله نتمنوا من هذا اليوم هذا اننا نخرجوا بمجموعه ديال النتائج، مجموعه ديال التوصيات من شانها انها تفعل الدور ديال الطفل في المؤسسه ديالو، تفعل الدور ديال الطفل في الجهه ديالو محليا. بالفعل ان هذه التوصيات التي سيخرج بها هؤلاء الاطفال ستنقل عبر الاطفال البرلمانيين الى اعلى مستوى، وهو المرصد الوطني لحقوق الانسان الذي تنظم له دورات منتظمه من اجل طرح وأيضا على المسؤولين، ولما لا أيضا حتى على مستوى وزاري. على المستوى الوزاري وكذا البرلماني تناقش وتسن القرارات والتشريعات المرتبطة بالحقوق والواجبات عموما، والطفل دائما له نصيب من ذلك، واقع يوضح بشكل أكبر في مثل هذه اللقاءات، لقاءات تأتي أيضا للتأكيد على ضرورة التربية على المواطنة. جينا اليوم هون لإحياء هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالنسبة للطفل، ومن أهداف المجلس يعني هذا الهدف الرئيسي، التربية على المواطنة وحقوق الإنسان. ورشات متنوعة وعديدة أقيمت أيضا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من طرف هؤلاء الأطفال، ورشات نوقشت فيها جملة من المواضيع التي تعنى بالطفل كأساس لكل تنمية بشرية تحدها الحقوق والواجبات التي سنها القانون والدستور.